سلام، يا رب تكونون بخير. اليوم راح نسوي get ready with me للشغل. راح يكون get ready كل سريع لأنه أنا ما عندي وقت هواية. ساعة هسه ليش حكوني المكانين نفسهم بالجهتين بنفس الوقت؟ ما أدري. المهم الساعة هسه 43 دقيقة. أنا لازم أكون طالعة من البيت ساعة 4:45، ولكن بعد ما أسوي شعري لازم همين يمكن آكل شي. راح نشوف هل راح ألحق. وهمين أريد أشوفكم آخر أشياء اشتريتها، فما أدري أنا راح ألحق لو لا، بس راح نشوف سوا. خليت صبغ أظافر سريع كلش على أظافري، وقلت خلي أبدي وياكم أشيل ما أدري شنو أشيل بالضبط. أنا ما عندي مكياج على بشرتي حاليا، بس دائما أستخدم البايدر، ما أشيل أي شي موجود على بشرتي، بقايا مرطب أو أي شي من الجو، وبعدين أخلي المرطب مالتي. فقلت لحد ما يصير كل هذا الشيء أقدر إنه أنا أشوفكم بعض المشتريات ونحكي شوية عن ليش أنا ما منزلة صار لي أسبوعين. أما بالنسبة لشعري فراح أفتحها قبل ما أطلع، لأنه أريد إنه الويفي مالته يكون مرتب يعني. فأعتقد لحد هسه هو مبلل، فإن شاء الله إنه ينشف لحد ما أطلع. أنا صورت الفلوجز وهمينا اللي كان لازم إنهم ينزلون، اشتغلت على واحد بيهم وخلصان هو، بس أنا ما راح أنزله بعد لأنه خلاص صار قديم كلش، مال قبل أسبوعين. لأنه خلصته وما كان عندي إنترنت إنه أنا أنزله، وما أقدر إنه أخليه على تليفوني لأنه الفايل مالته كلش كبير. الفيديوهات اللي أصورها بالكاميرا تكون كلش ثقيلة على التليفون، لدرجة إنه مرات ما يندز، يعني ممكن أنتظر ساعات وما يندز الفيديو للتليفون أو ما يتحول للتليفون، ولهذا آخر شي أضطر إنه أنا أنزله على اللابتوب. المهم ما كان أكو إنترنت على اللابتوب، ولهذا ما قدرت إنه أسوي شي، وهمينا شغل هواية وأشياء أخرى، فهذا اللي صار. بس أنا كان عندي فيديوهات، ولكن يعني أكو ظروف تصير بالحياة، يعني ما نقدر إنه نسوي بيها شي ونتحكم بيها، ولهذا ما نزلوا. وبهذا الفيديو اللي صورته لكم أنا شوفتكم المشتريات، بس ما أعرف شنو بالضبط اللي أنا شوفته قبل وأنتو شايفيه يعني نازل لكم، وشنو اللي بهذا الفيديو، لأن دا أقول لكم قديم ويعني سويته خلصت قبل فترة، ولكن حشوفكم شنو يجي قدام ايدي لحد ما شوي ينشف هذا المرطب اللي انا خليته. هذا الشيس من ألتا بي، هذول القراصات الكيوت. طبعا نزلت هذا الفيديو انا من المشتريات على التيك توك، فاذا تريدون تشوفون المشتريات مرة ثانية موجود على التيك توك. هذا الليب لاينر من انستازيا اسمه ريزن. فرشة للاي شادو اللي اني اخذتها على اساس انه استخدمها للكونسيلر من ات كوزمتكس. بعد شلون صايرة؟ بعد قراصات، لا تسألوني ليش، لأنه حسيت الماركة كيوت فقلت ليش لا خلي أخذ. هذا البلاش من نود ستيكس، أنا ما مجربة أبد منتجاتهم، هاي أول مرة أجربهم. اللون مالته حلو حسيته فقلت خلي أخذه. وهمنا تعرفون البراو جل، هذا مال الحواجب، الماسكارا مال الحواجب الشفافة مال أنستازيا اللي أنا أستخدمها، هي قديمة شوية فقلت خلي أخذ واحد جديد يبقى يمي. وهم أنا أخذت لوس باودر من أنستازيا، بس هذا الحجم الصغير لأنه أريد أجربه. أخذت هذا الكونسيلر اللي هو من تارت، هذا الألترا كريمي كونسيلر، كلش حلو جوا العين، خفيف مو مثل الشيب تيب الأصلي اللي هو العادي، هذاك ثقيل. هذا طلعوا منه مجموعة ثانية للناس اللي جوا عينهم أكو خطوط، أو اللي هم أكبر بالعمر، وبما أنه أنا جوا عيني أكو خطوط وجفاف فيعتبر اللي هذا. همين أخذت هاي الفرشة اللي هي من اس كوزمتكس، بس هاي للكونسيلر، هاي أنا متأكدة من عدها. وأخذت هاي الباليت من جوفيس بليز، ألوانها خرافية فتشي دمار، فمتحمسة إنه أنا أستخدمها. وأحب الباليتس مال جوفيس بليز، وهمينة البيجمنتيشن مالتهم حلوة، أسعارهم كلش حلوة. هاي أعتقد كانت 50% أوف، فعلا تيجي ما قدرت إنه أنا أفوتها. عندي هواية من الباليت مالتهم، تقريبا أغلبية الكولكشن يعني. وأخذت هذا الاختراع اللي هو من سول دي جانيرو، هذا ست بالعطر أو البرفيوم ميست، بودي ميست، هيك شي، البومبوم لوشن كريم. وهذا شو اسمه، هذا بومديا برايت كريم، هذا ريحة ثانية، أما هذولا نفس الفكرة. وهذا البادي واش كان لازم يكون هدية، حسيته مناسب للشخص اللي راح أودي الهدية إله، فقلت راح أخليه إلي. هذول الاختراعات اللي يعني ما أستغني عنهم، فأخذت اثنين نفس البراند مال القراصات اللي شوفتهم لكم. وأكو فرشة أنا استخدمتها ومتت عليها من ات كوزمتكس مال فاونديشن، فرحت شفت اثنين أخذتهم كان عليهم تخفيض كلش حلو. هذول يجننون كلش حلوين، يعني خرافية هاي الفرشة. أنا ما أعرف شلون ما كنت أتعرف عليها قبل، بس فرشة كوزمتكس يعني أسعارهم العادية شوية غالية، فإنه أجربهم إنه أخذهم على مود أجربهم شوية صعب الموضوع. أعتقد هذا هو كل شيء، فهسه راح نبدأ بالميك اب.
نبدأ بالميك اب. ان شاء الله انه انا اخلص على السريع، لانه بصراحة ما اريد اطول هواي بالمكياج. ما راح اسوي شي خرافي، لانه اللي لابسته اليوم شي بسيط. ما اريد انه المكياج يكون اوفر عليه، لانه قالوا لنا نقدر نلبس جينز. فقلت اوكي، وانا اقدر البس جينز اليوم، فليش ما اسوي ميك اب شوية فن اكثر، انه يكون بمثلا لون او هيك بالعيون. بس ان شاء الله انه الحق شوي. هسه وصلنا للكونسيلر. ما دا صدق يمتى يخلص هذا الاختراع، لانه I cannot wait انه اخلص كونسيلر. انا يمكن ولا مرة مخلصة كونسيلر، او يعني مخلصة بس من زمان شكل. فان شاء الله انه يعني نحتفل بهذا الشيء قريبا. على فكرة يا جماعة الخير، اجاني كومنت على التيك توك من بنية، قالت لي انه هي تتابعني على اليوتيوب، وكاتبت لي انه تشوف الفلوجز وهيجي وتريد شي يكون تغيير. واني قررت انه احاول قد ما اقدر. ما اقدر انه اني اوعد 100%، بس احاول قد ما اقدر انه اسوي اشياء مختلفة. فاذا اكو اي شي ببالكم وحابين تقولوا لي انه اجربه، كتبوا لي جواب الكومنت، كتبوا لي على الانستغرام، كتبوا لي على التيك توك، اي مكان انتو كيفكم. تقدرون تدزوا لي حتى بالانستغرام دي ام، فراح يكون يعني بالرسائل. فقولوا لي. انا قررت انه مثلا اروح اماكن معينة كل اسبوع واشوفها لكم، او كل فلوج اشوفها لكم. بس بعدني مثل ما قلت ما اقدر اوعد، لانه اني اشتغل اكثر من شغلة واسوي هواي اشياء. اكو اشياء انتو عبالكم انه اني اسويها ممكن تكون فور فن، بس هي مو فور فن. يعني اكو اشياء مثلا الباكجز اللي انا ادزها كل اسبوع هي مو فور فن، هو شيء يعتبر شغل بالنسبة لي. فشغل انه اني اشتري هذول الاشياء، شغل انه اني انزلهم على مواقع معينة على مود ابيعهم، وشغل انه اني اسوي لهم باكج وادزهم. فالموضوع شوية يعني يحتاج له وقت. هسه ننتقل للفاونديشن الخرافي اللي هو من امور اس، مو يو اس، يو اس اي. خليت منه هواية، ما اعتقد هذا الشيء زين يعني، بس يلا مو مشكلة. احاول قد ما اقدر على اماكن الخطوط ما اخلي هواية، او ادمجها زين على مود ما يخطط. مع انه يعني يصير هذا الشيء هنا يخطط رأسا، لانه انا طبعا طول وقتي بالشغل واني دا احكي، فمستحيل انه هو ما يخطط، الا بحالة واحدة انه ما يكون عندي خطط. ان شاء الله هذا الفيديو اللي تشوفوه يعني راح يتصور على الاغلب احاول انزل لكم باكر، لانه اريد ينزل باسرع وقت. مدى اقدر اشوف القناة بدون فيديوهات. وتعرفون شغلة، اني بالفيديو اللي قلت لكم عليه اللي خلصان وجاهز وما نزلته، اني دا اقول صار لي كم شهر واني دا انزل فيديوهات على اليوتيوب كل اسبوع، يعني مدى اقطع نهائيا. ترى اسبوعين ماكو فيديوهات. فطبعا هيك دا افكر بيني وبين نفسي انه يعني حسدت نفسي يعني لو شنو السالفة. فلا ان شاء الله انه يرجع كل شيء طبيعي، نرجع للفيديوهات الحلوة الجميلة اللطيفة. نرجع للكونسيلر. راح اخلي هذا من اسنس اللي هو هيجي. ما ادري اذا يعجبكم اصور لكم اسبوع بشغلي، لانه واحد دز لي شي بس مدبين. اوكي، لانه عندي بالفترة الجاية اكثر من شفت بوقت واحد يعني، او فترة محددة. فما اعرف شنو اقدر اصور فيديوهات غير انه فيديو اني دا اروح للشغل. بصراحة هاي دا احكي وياكم يعني بيني وبينكم، فما ادري شنو اسوي بهاي الحالة. اذا يعجبكم انه اشوفكم يوميا المكياج وهيجي، ما ادري قولوا لي. ما اعتقد اقدر انه اني اسوي شي ثاني غير انه اروح للشغل وارجع لي. ولهذا ما اقدر اوعد بخصوص الطلعات. ممكن نسويها من السنة الجاية ان شاء الله. بس حاليا راح يكون شبه مستحيل، لانه احنا طبعا بامريكا كندا بالدول الاوروبيه وهيجي لما يجي موسم الاعياد الدنيا كلها تنقلب. يعني الازدحامات تكون في 10، المحلات تكون مليانه في 100، الشغل يكون هوايه. فعلى مود هيجي شوي صعب انه اني اكون دا اشتغل وبنفس الوقت اسوي اشياء ثانية. اني اليوم كثرت هواي فاونديشن هواي كونسيلر، بس عادي مو مشكله. هسه ننتقل لوس باودر. هذا من نور ابو عوض. الله يعيني على ادت هذا الفيديو، لانه راح يكون على الاغلب 20 دقيقة، لان انا ما سكتت لحظة واحدة. هو لازم يكون get ready with me. شلون get ready with me ما ادري. get ready with me 20 دقيقة. صارت الساعة 3:58. هسه نثبت الحواجب. اجا وقت البرونزر. اخلي هذا من جوفيس بليس. هاي الفرشة كلش حلوة من ريل تكنيك، يعني تغطي مساحة وتخلي المنتج بشكل زين من البداية، لا خفيف لا قوي كلش. كنت حابة أجرب النوت ستيكس بلاش، بس خلص خليت باودر. وأعتقد هذاك كريمي، ما أعتقد هو أكيد كريمي، أحتاج أجربه بعدين. يمكن بهذا الأسبوع اللي أنا عندي بيه شغل هواية أقدر إنه يوميا أضبط كم منتج أجربهم على مود نشوف شلون راح يكونون. ما أعرف هل راح أسوي هذا الشي على التيك توك أو هنا يعني، بس إنه خطط للموضوع، لأنه حاليا أكو عندي كاسة يمي أبي له داعي. هسه هاي آخر شي أريد أسوي إنه هي تنتقل وياي
السنة الجاية أو للسنة الجاية، فإن شاء الله حتى إنه أو لا ما لحق، لا ما لحق انسوا، كنت أريد أقول ألحق أسوي تصفية للمكياج بس ما راح ألحق، أعرف نفسي فماكو داعي إنه أني أنطي وعود لنفسي والعقلي. راح استخدم هاي الماسكارا اللي هي من بنفت اسمها فام فاست، كلش حلوة، هواية حلوة. بس قبلها أخلي شي لمعة هيجي على عيوني، ما خليت شي هواية بس بعدين أقدر إنه أني أزيد أشياء مثلا طرف العين هيجي ايلاينر خفيف، فبس اللمعة على مود تضيف تاج حلو. بس المسكارا أوكي سويت العيون، بس رسمت ايلاينر خفيف بالكريم لون اسود وخليت ازرق جوا العين على مود يرهم. هي جينز تخيلوا هسه راح الشغل يقولوا لي لا ماكو جينز اليوم. الحمرة ما ادري شنو اخلي، راح ابدا ويا هذا اللون من نيكس اسمه كيرنت. ما اريد لون قوي، اريد شي خفيف، فهذا يمكن يصير هيك مثل التنت. انا قلت ما اريد لون قوي مو هسه اشيل الزايد. ليب اويل من رير بيوتي، اللون صار قوي بس انا مشكلتي انه انا شفايفي لونها بشكل عام يغمق الالوان اللي يدخلون يعني هو شي موجود بيه ما اقدر انه انا اغيره الا بحاله واحده انه اخلي فاونديشن على شفايفي، وما اقدر اسوي هذا الشي لانه كل اخر شي راح يتجمع هنا لانه انا احكي هواي بالشغل. فهذا هو الفاينل لوك. هسه راح افتح الشعر، هذا هو الشعر بعد مبلل. فشنو راح نسوي؟ راح نخلي كريم، لانه اذا ما اخلي كريم تدرون شنو يصير؟ ماكو داعي انه اني اقول لكم لانه راح تشوفون الموضوع يعني ماكو داعي ننتظره، هو اصلا راح يصير. هسه كريم بعد اكثر. الساعة قد صارت؟ هسه الساعة 4:21 أنا تقريبا يعني ماشي على الوقت بيرفكت. إذا أخلص خلال 5 دقايق يكون بعد أحسن وأحسن، لأنه أحتاج إنه أصور صورة للثمنيل. أنا عبالي أصور بس هو ما تصور. خليت عطر ليبر من شنو هذا؟ من واي اس ال. طبعا من قد ما خليته هواية اختنقت منه. المهم وطيبة ريحته بس قوية كلش. This is the final look. باقي شغلة واحدة دقيقة. كريم، اكو ناس يقولون كريم اكو ناس يقولون كريم. هو كريم بالانجليزي كريم، بلاد الشام اعتقد يقولون كريم. يا المهم 4:27. حاسة الفيديو راح يكون بطول المدة اللي انا دا اجهز بيها من قد ما لوك ما سكتت. بس المهم هذا كان الجت ريدي وذ مي مال اليوم ويا شوية مشتريات. اتمنى يكون عجبكم الفيديو وان شاء الله ما انقطع مرة ثانية، ولو الانقطاع كان يعني خارج ارادتي بس الحمد لله. انتظروني الفيديوهات جاية. كتبوا لي افكاركم، لا تنسون دزوا لي دي ام على انستغرام وقولوا لي شنو تريدون تشوفون. وبس انا اشوفكم الفيديو الجاي ويا رب دايما تظلوا بخير.